انتي لسه بتشويها وكمان بتقليها وفي الصينيه بتعمليها؟ طب ايه رايك النهارده بقى انا هخليكي تسلقيها؟ تابعوا معايا فيديو النهارده لان حقيقي النتيجه هتبهركم جدا. غير كده وكده الفيديو بتاع النهارده دوت سوبر توفير يا جماعه. يلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله، بس ما تنسوش تدعموني وتشجعوني بلايك كتير. اول حاجه معايا جبت حله كبيره عندي على النار، ضفت لها ميه وضفت لها شويه بهارات عطريه، منها القرنفل والكبيبه الصيني، منها كمان ورق الغار، ضفت كمان كمون وضفت جنزبيل معلقه صغيره خالص، كمان هنضيف ملح وكمان هتضيفي ليمون. هتقلبي تقلبتين وهتسيبي بقى ايه الميه دي تغلي، وكمان هنا انا ضفت قرنفل. هنروح بقى للسمكه الحلوه بتاعتنا. السمكه اللي معانا النهارده ديت سمكه ماكريل. ينفع وصفتنا تتعمل بسمكه تانية غير الماكريل؟ لا، احنا اللي محتاجينه النهارده في وصفتنا هي سمكه الماكريل الحلوه ديت، وميزانها فوق النص كيلو، يعني لو قلنا 600 جرام تبقى حلوه قوي. ببتدي ان انا اتخلص بقى وانضفها كده حلوه قوي من ديلها، واشيل كل الشوك اللي فيها اللي هو اللي باين قدامي وظاهر، وافتحها كده وابتدي ان انا انضفها حلوه قوي. طبعا انتوا شايفين الخط اللي في النص ده اللي كان فيه تكتلات دوت مش لطيفه خالص تحت الحنفيه كده، ولازم تتخلصي منها كويس جدا. عيب السمكه ديت ان هي فيها نسبه زفاره عاليه شويه، ومميزاتها ان فيها عناصر غذائيه يعني مش قادره اقول لكم قد ايه. طيب عشان نتخلص من الزفاره لازم نعمل لها محلول كده يليق بيها وبزفرتها كده. طب نعمل ايه؟ نجيبها ونضيف ليها معلقه صغيرة من الجنزبيل البودر، معلقة صغيرة من الطحينة، ليمون كتير على قد ما تقدري، وكمان ملح. بتبتدي ان انت في الوقت ده تعملي لها زي مساج كده وتغرقيها بالخلطة الحلوة اللي احنا عملناها. عايزة اقول لكم ان الطحينة ديت قادرة ان هي تنهي على زفارة العالم كلها، هي والجنزبيل. مش قادرة اقول لكم بتعمل ايه. بسيبها 10 دقايق وبعد كده اغسلها كويس جدا، واروح للحلة بتاعتنا اللي فيها البهارات العطرية الحلوة دي واروح ضيفاها على طول. لازم هنا المية تكون سخنة جدا. بسيبها لمدة 7 دقايق على النار. بعد لما المية تغلي هستنى المية تغلي، بعد كده اهدي النار خليها متوسطة واضيف السمكة بتاعتنا تقعد 7 دقايق، وبعدين ارفعها من على النار على طول. في الوقت دوت بقى بنحضر محلول. ايه هو المحلول؟ عندك بقى تلت كوباية من الخل، عليها تلت كوباية من الزيت، استخدمي نوع زيت يكون حلو عشان هيفرق معاكي. ليمون بقى على قد ما تقدري، اللي ربنا يقدرك عليه ضيفي فيه ليمون. كل ما تضيفي ليمون كل ما تاخدي بقى طعم حلو قوي. معلقة كده حلوة من الكمون، كمان ضيفي معلقة كبيرة شوية من الملح، وهتضيفي كوبايتين كبار من المية اللي سلقنا فيها السمكة بتاعتنا. انا مش عايزاكي تقلقي من الزفارة خالص، لان مفيش زفارة خالص هتظهر معاكي. عاملين لها محلول حلو قوي. غير كده وكده سلقناها في مجموعة اعشاب عطرية، كل ده هيخلصنا من الزفارة. قلبت تقلبتين، والمية هنا يا جماعة نسيت اقول لكم ان هي لازم تبقى سخنة، المية اللي احنا ضفناها في المحلول ده. بجيب السمكة بتاعتي وبفضل بقى ان انا اشيل القشرة الخارجية اللي عليها بكل سهولة، كمان بتخلص من الشوك اللي فيها. وده ضروري جدا الخطوة دي تعمليها، لان اكيد انت مش هتاكلي تونة بالقشرة بتاعت السمكة ولا حتى بالشوك. احنا النهاردة بنعمل تونة. التونة الطبيعي والمتعارف عليه ان هي بتعمل بسمكة التونة، دي حاجة احنا كلنا عارفينها. بس مين دلوقتي في الزمن ده يجيب سمكة تونة؟ عارفين سمكة التونة بكام دلوقتي؟ فاحنا عندنا البدايل. السمكة الماكريل فيها كمية عناصر غذائية عالية جدا، وممكن تغنينا عن سمكة التونة، واقرب شوية لسمكة التونة كمان. خلينا نقول كده ونكون صراحة مع بعض. ببتدي ان انا اجيب برطمان يكون نضيف كده حلو معايا، اضيف الكميه كلها من فوق الوش كده في الفلايه كده مشطشطه عشان تخلي الطعم حلو. ممكن كمان معلقه شطه لو انتوا بتحبوا الحاجات مشطشطه، واضيفي كميه المحلول كلها وتقفلي عليها. طبعا الحفظ بيكون في التلاجة لان هي ما فيهاش ماده حافظه. غير كده وكده نبتدي ناكل منها امتى؟ يعني سيبيها يوم على الاقل كده في التلاجة، علشان انا عايزاها تشرب كده من كل التتبيله اللي احنا عملناها، وتبقى طعمها كده مليان ليمون وتتبيله حلوه، تبقى معاكي طعمها حلو قوي. الكميه اللي احنا عملناها النهارده دي تكفي ان انت تاكلي منها مرتين. حلوه قوي. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين فيديو النهارده استفدتوا منه والمحتوى بتاعي النهارده عجبكم، ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير وشير كتير. بستنى كومنتاتكم الحلوه وبحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.